تمام. اللي بعده. اللي بعده. ما واحد فيكم يقف بكرامته ولا موقفه بالعصايه. لا امنعوا الضحك. امنعوا الضحك. امنعوا الضحك. امنعوا الضحك. كلها امنعوا الضحك. طبعا خايف. زميلتكم في سنكم. زميلتكم قربت من الإجابة الصحيحة. بتقول أن الإنسان حيوان مفكر. سقفوا لها. يا أبنائي إن الإنسان يتميز عن باقي المخلوقات بالفضيلة بإيمانه بالمبادئ القويمة. وموضوع درس اليوم من أخطر المواضيع التي تمس شرف الإنسان، ألا وهو الفتنة. وكلنا عارفين أن الفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من إيه؟ في نفس واحد. الفتنة أشد من إيه؟ شرطة وكتاب اللي حضرتك. ولد الرقيع اللي بيعمل صوت الرقيع ده أنا عارفه، وهو عارف إن أنا عارفه، وممكن أطلعه من وسطكم ثانية. مين هو؟ مين؟ عشان أتكلم؟ عشان زيطة؟ لا اسكت يا ماجد! اسكت يا ماجد! اخصالك يا ماجد! أنا طلبت منك تقول اسمه، أنا طلبت منك تفتن عليه. اخصالك يا ماجد! اخصالك أنا لسه بعلمكم إيه؟ أنا عايز هو اللي يقف ويجاوب بنفسه. اخصالك يا ماجد! ما طلبش يا ماجد يا ابني إن اللي يفتن على زميله ممكن يفتن على أخوه، ممكن يفتن على بلده كلها. اخصالك يا ماجد! طب أقسم بشرفي الذي لا أملك إلا هو حاليا إن اللي هيفتن على زميله وسقطه في مادته وأديله صفر. مفهوم؟ كمان في صرصور ودني يا بجحتك يا أخي. صباح الخير يا أستاذ آدم. صباح النور. أنا مفتش المنطقة. أهلا وسهلا. كامل بقالكوا ساعة قاعدين مش معقول. لا مؤاخذة يا سيادة المفتش. أنا جاي التفتيش مفاجئ لأن الوزارة مقلوبة بسببك. بسبب إيه؟ أنا خير يا فندم. لا مش خير يا أستاذ آدم. في إشاعة من الوزارة إن التلاميذ اللي عندك كلهم بلا استثناء بينجحوا بالدرجات النهائية. أيوة دي مش إشاعة، دي حقيقة وده يزعل الوزارة فيه. لا أبدا. أصلك لسه مدرس جديد. قول لي تكونش بتعملهم أسئلة امتحانات؟ لا من فضلك أنا لا أسمح. فهمت؟ يبقى بتديهم كلهم دروس خصوصية في منازلهم. عمري في حياتي ما اديت درس خصوصي واحد. عمرك ما اديت درس خصوصي؟ طبعا. وقادر تعيش ازاي؟ ده كذا. الفلوس مش كل حاجة، أهم حاجة عندي أداء الرسالة. لا يا أستاذ آدم، الكلام ده ما يخش علينا. هو يا أستاذ آدم. أيوة. أنت بتلاقي
كنا بنشرح في موضوع الدرس. هسألكم سؤال حول الموضوع وعايز حد يجاوبني. مين فيكم يا شطار يقدر يقول لي بقى ايه اللي بيفرق الانسان عن الحيوان؟ ايوه قول انت. ايه؟ الانسان ملوش دين؟ يا سخافتك يا اخي. ما هو معروف ان الحيوان بس هو اللي دين. احنا عارفين ده ودي حقيقه. حاجه على ايه؟ مش فاهم ايه يا ولاد؟ ربوا ايه؟ ايوه الحيوان بس هو اللي دين. ايوه بس مش هو ده الفرق الجوهري. لا يا استاذ ادم، ممكن كمان الانسان يبقى له دين. سيد الواد ما تقولش الكلام ده قدام الولاد. ازاي الانسان بقى حيبر فيه يعني؟ لما يكون زي الست حسس. وكمان ملون. هي دي التربيه اللي بتعلمها لهم يا استاذ؟ يا فندم القاعدة الطلابية سليمة، إنما هناك فئة ممتازة هي اللي بتعمل الشغب، وأنا متأكد تمام التأكد إن هو طالب واحد بس اللي يعمل كده. ومين الطالب ده؟ أنا ما أعرفوش. نعم، مش مبسوط من نفسك؟ عندك الافتراض اللي هتحط النهارده في بلد بخدمتك والطالب ده تعرفوه دلوقتي حالا. إن شاء الله. دلوقتي حالا يا استاذ ادم. يا رب سامحني بالطلبات. يا رب توبة بس انقذني النوبة. يا ولاد مين فيكم من الأعداء الجديد؟ طبعا أنا فيه ولا فيه دلوقتي؟ طبعا عليك. فضلك يا ولاد. محدش عايز يتكلم؟ طيب اللي شاف زميله في علاء الدين يفتن عليه. مفيش حاجة دي مرة هتعدي مش خير. مفيش حاجة. يلا يا ولاد عشان تفتن والله أنا سقطت كلكم. عشان تفتن؟ طب ماجد أنت فتاني ماجد. قول يا حبيبي. قول يا ماجد. قول يا ماجد. قول يا حبيبي. قول ما تخافش. ما تخافش مش هسقطك. قول يا ولد ما تخافش والله ما هسقطك. هتخرب بيتك هخرب لك عينك يا معلم. هيقول يا فندم هيقول. ايوه عرفته؟ طبعا يا فندم زي ما بقول لسعادتك ان هو طالب واحد بس واكيد من بيها وصي وغير ناس من عارفين. خلصت اسمه ايه؟ اسمه علي عوض يا فندم. يعني النهر يبقى اسمي انا. بتدبسني يا ماجد. هو سعادتك لا مؤاخذة تبقى علي عوض. لا مفيش يا فندم. لعلمك يا فندم يعني ابني متربي احسن تربيه، انت موقف عن العمل ومحاول للتحقيق. يا فندم هو التعليم بس من شويه. استاذ علي عوض. اوعى يمشي. طب قربان ولا قصه؟